في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك دايماً بيكون في إثارة، شد أعصاب، لقطات بتفضل في ذاكرة الجماهير. لكن اللي حصل المرة دي كان مختلف. حسين الشحات لاعب الأهلي عمل حركة صغيرة، لكن الحركة دي قلبت الدنيا كلها. القصة بدأت في لحظة عادية من المباراة، لكن الكاميرات كانت حاضرة. حسين الشحات بص للاعب الزمالك ورفع ايده بحركة اتفهمت انها سخرية، كأنه بيقول له انت قصير قليل. اللقطة دي ما استغرقتش ثواني، لكنها اشتعلت على السوشيال ميديا كالنار في الهشيم. الجماهير اتقسمت فوراً. جماهير الزمالك شافت إن ده تقليل، إن دي إهانة متعمدة، وإنها تعدي على قواعد الاحترام بين اللاعبين. التعليقات اتسابقت على وصف الشحات إنه تجاوز كل الحدود وإن لازم يتعاقب فوراً. على الجانب التاني جماهير الأهلي كان ليها رأي مختلف تماماً. قالوا إن دي مجرد حرب نفسية، حركة عادية بتحصل في أي مباراة جيرة، وإن في لقطات كتير قبل كده من لاعبي الزمالك والأهلي كان فيها نفس النوع من الاستفزاز، ومحدش كبرها بالشكل ده. اللي زود الجدل إن اللقطة جت في مباراة حساسة، مباراة مش مجرد 90 دقيقة، لكن معركة كروية بتتجاوز الملعب. الأهلي والزمالك مش أي خصمين، ده صراع طويل ممتد العقود، وكل تفصيلة مهما كانت صغيرة بتتحول لجزء من التاريخ الكبير. السؤال دلوقتي، هل يرد لاعب الزمالك في الملعب بالمستقبل؟ هل هنشوف مواجهة شخصية جديدة بينه وبين الشحات في المباريات اللي جاية؟ ولا هتفضل اللقطة مجرد نار تحت الرماد والجماهير تفتكرها كل ما يتقابل الأهلي والزمالك؟ والغريب إن حسين الشحات هو نفسه اللي سبق واعتدى على الشيبي لاعب بيراميدز في مباراة سابقة، وقال بعدها إن السبب إن الشيبي استفزه، وكأن التاريخ بيتكرر لكن بطريقة عكسية. ولولا إن بيزيرا لاعب أجنبي مش فاهم معنى الإشارة المسيئة دي، كان ممكن تحصل مشكلة كبيرة جدا جوه الملعب، خناقة بين اللعيبة، ويمكن كمان تمتد للجماهير في المدرجات. أنا عارف كويس إن معظم اللعيبة المصرية دلوقتي ما عندهاش أساسيات كرة القدم، عشان كده بيدوروا دايماً على اللقطة اللي تعجب الجمهور ويبقى ترند بيها على السوشيال ميديا. بس انت يا حسين بالذات الفترة الأخيرة كنت بعيد عن الملاعب، وزيزو ركب مكانك خلاص، فلما ربنا يكرمك في ماتش مهم زي ده تقوم تعمل حركة تقلل بيها من زميلك وتتريق على خلقة ربنا لمجرد الترند. بجد اللعيبة المصرية دي عاوزينها سوفت وير جديد، سواء أخلاقياً أو دينياً من أول وجديد، قبل ما يتعلموا كرة قدم أصلاً. في النهاية هتفضل الحقيقة واضحة، في كرة القدم أي حركة صغيرة ممكن تتحول لحدث كبير. حسين الشحات بحركة واحدة كتب حكاية جديدة من حكايات القمة، والكل لسه مستني يشوف إيه اللي ممكن يحصل بعد كده.